النشرة الإخبارية الأخيرة مباشرة من الأولى. علاقة بالرياضة في الجانب الإعلامي، احتضن المركز الثقافي المصري اليوم ندوة حول الإعلام الرياضي ومعرضا للصور، والمدرب محمود حجازي في المتابعة. بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء المركز الثقافي المصري بالرباط، أعد المركز الثقافي المصري ندوة للإعلام الرياضي ومعرضا للصور والفنون الرياضية القديمة. ندوة الإعلام الرياضي في ثقافات الشعوب هي ندوة بتأتي في إطار الفعاليات الثقافية التي ينظمها المركز الثقافي هذا العام بمناسبة مرور 60 عام على إنشائه في المملكة المغربية. الإعلام الرياضي له دور هام في التأثير أيضا في ثقافات الشعوب، في سلوك الأفراد، والإعلام الرياضي أيضا هو ممكن أن نقول عليه هو مرآة بتعكس فلسفة كل مجتمع. وكانت هذه الندوة امتدادا لمشروع يدعم تطوير العلاقات المصرية المغربية. الندوة دي امتداد لعمل يتم التحضير ليه حاليا، الذاكرة التاريخية المشتركة المغربية المصرية، وبيقوم بالجهد الرائع ده حقيقة معالي الوزير الدكتور مصطفى الكثيري المندوب السامي لجلالة الملك، وأنا حقيقة بقوم بهمزة الوصل بين الجانب المصري والجانب المغربي على أساس تجميع المعلومات وتجميع الداتا الخاصة بالموضوع العلاقة بين مصر والمغرب منذ آلاف السنين. الرياضة ترويح وتسلية وانتماء، تخفف عن الناس أعباء الحياة اليومية.